تعالى اقول لكم على خلطة محشي قمر كده، وبتعمل بسرعة وما بتاخدش منك وقت. والخلطة برضو بتبقى الرز بيبقى لونه احمر كده ومتبهر وجميل. خلطة المحشي الني في ني. هتعمليها من غير ما تحطها على البوتاجاز، ولا هتاخد منك وقت ولا اي حاجة. ماشي. هتجيبي الطماطم، هتقطعيها مكعبات، والمية اللي هي بتنزل منها دي هتصفيها تمام. وبعد كده تقطعي الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. وبعد كده هتحطي البصل برضو متقطع مكعبات. كل ده كده على بعضه. طبعا غسله الرز ومنقياه ونضيف. هنزل برضو الرز على الحاجة اللي انا حطيتها. بعد كده بقى هحط على الرز مرقة وملح وكمون وفلفل وبابريكا وشطة وتوابل المحشي. وهحط شوية زيت برضو. الحاجات دي كلها على حسب الرغبة على فكرة. الحاجة اللي انت حابة تحطيها على الخلطة حطيها، واللي انت مش حابة ما تحطوش. بعد كده بقى انا قلبت تقليبه حلوه كده. بصي انت قدامك حلين عشان اللي هو اللون الاحمر. يا اما تحطي معلقتين صلصه، يا اما تزودي شويه بابريكا. ماشي، هو ده اللي بيعمل اللون الاحمر. فبتبقى الصراحه تحفه. بس انا كده بقى حشيت المحشي وسويته وكده. انا بس كنت عايزه اوريكي الطريقه. عملت محشي كوسه ومحشي فلفل ومحشي ورق عنب وزي العسل.